ايه ده؟ هما رجعوا يرمموه تاني؟ من 2017 لغاية 2023 بيرمموا الجامع ده. 7 سنين اتصرف فيهم 85 مليون جنيه، وبعد 3 سنين بس وزارة الآثار بترممه مرة تانية. تفتكروا ايه اللي حصل؟ اعملوا لايك وشير وتعالوا اقول لكم ايه اللي بيحصل في جامع الحاكم بأمر الله. كانت من عادة المسلمين في تأسيس اي مدينة جديدة انهم يبتدوا ببناء المسجد الجامع. عشان كده لما جه عمرو بن العاص يأسس مدينة الفسطاط، اول حاجة بناها الجامع اللي بيعتبر اول جامع بيتبني في مصر وافريقيا. ولما سقطت الدولة الاموية وجت الدولة العباسية اتأسست في مصر مدينة العسكر. وطبعا اول حاجة هيبنيها العباسيين جامع العسكر. تمر السنين ويجي احمد بن طولون ويستقل عن العباسيين بحكم مصر ويأسس مدينة القطائع. وكالعادة يبني ابن طولون الجامع بتاع مدينته الجديدة. فلما جه الفاطميين وبنوا رابع مدينة لمصر الإسلامية واللي هي مدينة القاهرة، أسسوا الجامع الأزهر. وفي أيام الخليفة الفاطمي العزيز بالله كانت مساحة الأزهر مش مستوعبة المصليين، فأمر ببناء جامع جديد خارج أسوار القاهرة، لكنه مات قبل ما يخلص. واللي كمله بعده ابنه الحاكم بأمر الله، واللي اتعرف الجامع باسمه. وعشان كده يعتبر جامع الحاكم بأمر الله خامس مسجد جامع في مصر. وليه بقول مسجد جامع؟ عشان المسجد كان للفروض الخمسة بس، أما الجامع فكانت بتتم فيه خطبة الجمعة مع الفروض الخمسة. وده اللي استغله صلاح الدين الأيوبي وقفل بيه الجامع الأزهر، لأن في الوقت ده كان فيه خطبة في الأزهر وخطبة في الحاكم بأمر الله. وعشان الأزهر كان مركز نشر التشيع اللي صلاح الدين عاوز يقضي عليه، استند على فتوى بعدم جواز إجراء خطبتين في مدينة واحدة، وألغى الخطبة في الأزهر وبقت الخطبة في جامع الحاكم بس. عشان كده بنقول صلاح الدين ما قفلش الأزهر بالمعنى اللي ناس فاهمينه. الراجل ما راحش جاب قفل وحطه على الباب، هو ألغى منه خطبة الجمعة، فغابت أهمية الأزهر لصالح الحاكم. وفضلت الحكاية دي حوالي 100 سنة تقريبا لغاية ما رجعت الخطبة مرة تاني للأزهر في زمن السلطان المملوكي الظاهر بيبرس. تمر السنين ويحصل زلزال كبير في مصر سنة 702 هجري 1303 ميلادي، وقعت فيه أجزاء كتير من جامع الحاكم ومنهم قمتين المأذنتين. فجه بيبرس الجاشنكير بعد الزلزال على طول وبنى اللي اتهد وعمل قمتين جداد للمأذنتين بأمر من السلطان الناصر محمد بن قلاوون. وبمرور الزمن اتعرض الجامع لإهمال كبير لدرجة ان الحملة الفرنسية استخدمته كمعسكر وتجار المنطقة استخدموه كمخزن، واتبنى جواه أول متحف للآثار الإسلامية وكمان مدرسة. لكن في السبعينيات جم طائفة البهرة الشيعية وطلبوا من رئيس السادات ترميم الجامع، فوافق الرئيس. البهرة دخلوا رمموا الجامع وبنوا الأجزاء الناقصة فيه، لكنهم جم لغاية المأذنتين وقال لك مش هنيجي جنبهم، ما هو اتبنوا وقت الدولة المملوكية السنية. واللي عملوه في السبعينيات رجعوا عملوه تاني في الترميم الأخير، وده اللي خلى وزارة الآثار تقرر ترميم المأذنتين. وكده خلص فيديو النهاردة، بس لسه في حكايات كتير من مصر، بلد الحكايات اللي ما بتخلصش. اعملوا لايك وشير واستنوني في حكاية جديدة.